في يوم من الأيام وفي بيت الرسول كان النبي يجلس مع أصحابه، وفجأة أحدهم يطرق الباب، فقال رسول الله: أتدرون من الطارق؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. فرد النبي: إن الطارق هو إبليس. صعق الصحابة واندهشوا مما سمعوه، فاندفع عمر بن الخطاب نحو الباب، طلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يأذن له بقتل إبليس، لكن الرسول صلى الله عليه وسلم رفض ذلك قائلا: لا يا عمر، فهو مأمور، افتحوا له الباب. فلما دخل إبليس قال: السلام عليك يا محمد. فرد النبي: السلام لله يا لعين. فقال إبليس: يا محمد، إن الله أمرني أن آتيك دلولا وأخبرك كيف أغوي البشر، وأن أجيبك على أي سؤال تسأله دون كذب. وهنا أغلب الصحابة كانوا في صدمة مهولة مما يسمعونه ويرونه. كيف لأشر مخلوق على وجه الأرض أن يأتي دلولا هكذا لأخير مخلوق على وجه الأرض رسول الله؟ كيف لإبليس اللعين الذي تكبر وعصى الله ورفض السجود لآدم أن يأتي دلولا هكذا ويطلب من رسول الله أن يطرح عليه أي سؤال وسيجيب عليه دون كذب؟ فما هي القصة؟ وماذا قال إبليس اللعين لرسول الله؟ وما هي الأسئلة التي طرحها النبي على إبليس؟ وهل حقا أجاب بصدق؟ ومن هو الرجل الذي بمجرد أن رآه إبليس هرب مذعورا خائفا؟ ومن هم الأشخاص الذين لا يستطيع إبليس الاقتراب منه؟ وما هي العبادة العظيمة التي تضعف إبليس؟ وما هي العبادة التي تجعله يفقد صوابه ويصل إلى حد الجنون؟ والأهم، ماذا فعل إبليس عندما عرض عليه النبي الجنة مقابل التوبة؟ هل قبل الجنة أم رفضها؟ أم فعل شيء آخر؟ كل هذا وأكثر سنتعرف عليه في هذه الحلقة. لكن عزيزي المشاهد، إذا كنت من متابعي القناة ربما تعرف أننا نبذل الكثير من الجهد ونقضي الكثير والكثير من الوقت في البحث والتدقيق والكتابة والتصوير والمونتاج. كل هذا أقوم به لوحدي، وذلك بجانب الدراسة، فيأخذ مني كمية جهد ووقت كبيرين. وعندما أنشر الفيديو فللأسف المشاهدات ليست بالمشجعة. هذا فإذا أردت أن نستمر فببساطة ستعبر عن ذلك بأربع طرق. الطريقة الأولى: اشترك في القناة وفعل الجرس. الطريقة الثانية: النقر على زر اللايك. الثالثة هي الصلاة على النبي في التعاليق. والرابعة هي مشاركة الفيديو قدر الإمكان. وعلى بركة الله فلنبدأ. في يوم من الأيام وفي المدينة المنورة كان النبي صلى الله عليه وسلم جالسا مع أصحابه يذكرون الله ويتحدثون عن أمور الدين، وفجأة سمعوا صوت أحدهم يقترب نحو الباب ويطرقه، فقال الرسول: أتدرون من الطارق؟ رد الصحابة: الله ورسوله أعلم. فقال النبي: إنه إبليس اللعين. عندها شعر الصحابة بدهشة شديدة، فنهض عمر بن الخطاب وأخرج سيفه واتجه نحو الباب، طلب من الرسول أن يأذن له بقتل إبليس قائلا: يا رسول الله، أتأذن لي أن أقتله؟ فأجابه الرسول قائلا: مهلا يا عمر، أما علمت أنه من المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم، لكنه اليوم مأمور بأمر الله. افتحوا له الباب واسمعوا ما لديه ليقول. فتح الصحابة الباب فإذا بأعينهم ترى ما لا يمكن لعقولهم أن تصدقه: إبليس اللعين، المخلوق الذي عصى الله وتكبر ورفض السجود لآدم، المخلوق الذي أخرج أبوينا من الجنة، المخلوق الذي بسببه هلكت أقوام وحضارات. هذا المخلوق يقف اليوم مباشرة أمام رسول الله وأصحابه. تقدم إبليس ودخل، قد بدا بشكل بشع ومخيف، تشكل على هيئة شيخ عجوز أعور العين وذو لحية بيضاء، وأنيابه تخرج من فمه بشكل حقا مخيف ومقزز تشبه أنياب الخنزير، وشفاهه أشبه بشفاه الطور. وقبل أن ينطق الصحابة بكلمة قال إبليس: السلام عليك يا محمد. فرد النبي: السلام لله يا لعين، ما حاجتك؟ فقال إبليس: يا محمد، ما جئت إليك برغبتي، بل جئت اضطرارا، أرسل إلي ملك من عند رب العزة وأمرني أن آتيك ذلولا وأن أجيبك على أي سؤال تسأله، فإذا كذبت عليك مرة واحدة جعلني الله رمادا تذروه الرياح. فقال الرسول: إذن أخبرني من أبغض الناس إليك؟ فأجاب إبليس اللعين: أنت يا محمد، أنت أبغض خلق الله إلي، وكل من يسير على نهجك ويقتدي بك. فسأله النبي: ثم من؟ فقال إبليس: شاب تقي وهب نفسه لله يقضي شبابه في العبادة والطاعة. ثم أكمل: وأيضا الفقير الصبور الذي لا يشكو حاله لأحد من الناس، والغني الشكور الذي يأخذ المال من الحلال وينفقه في الحلال. تابع النبي أسئلته وقال: وما حالك إذا صلى المسلم؟ يعني ماذا يحدث لك إذا صلى المسلم؟ بماذا تشعر؟ فقال إبليس: أرتجف وأصاب بحمى، فالصلاة ترفعه درجة وتبعدني عنه. سأله الرسول مجددا: وماذا إذا صام؟ فقال إبليس: أظل مقيدا بالسلاسل
حتى يفطر. سأله الرسول: أما إذا قرأ القرآن بماذا تشعر؟ ماذا يحدث لك؟ فرد إبليس: أذوب كما يذوب الرصاص في النار. فسأله الرسول: أما إذا تصدق ماذا يحدث لك؟ قال إبليس: كأنما يقطع المتصدق جسدي إلى نصفين. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم: ما رأيك في أبي بكر الصديق؟ فقال إبليس: لم يطعني في الجاهلية فكيف يطيعني في الإسلام؟ ثم سأله النبي: وماذا عن عمر بن الخطاب؟ فقال إبليس: ما لقيته إلا وهربت منه أجري. فسأله النبي: وماذا عن عثمان بن عفان؟ قال إبليس: أستحيي منه كما تستحيي منه ملائكة الرحمن. فقال رسول الله: وماذا عن مكائدك يا لعين؟ فرد إبليس: أجعل حب المال والشهوات وسيلة لإبعادهم عن الله. أحب الكذب والغيبة والنميمة فهي فاكهتي المفضلة. أرسل شياطيني في كل مكان مع العلماء لإفساد نياتهم، ومع الشباب لإغراقهم في الشهوات، مع التجار لنشر الربا والغش. أوسوس للمصلين بالتثاؤب خلال الصلاة وأجعلهم يسرعون في الصلاة وينقرونها نقرا كالدجاج. فإن لم أنجح أجعلهم يفتخرون بها ويفتخرون بعباداتهم أمام الناس حتى يفقدوا الأجر. إخواني هم الذين ينفقون أموالهم في المعصية، كما قال الله: إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين. واستمر الحوار الطويل وأفصح إبليس لرسول الله عن مكائده، وفي النهاية طلب النبي صلى الله عليه وسلم من إبليس أن يتوب ويعود إلى الله قائلا: يا أبا مرة، هل لك أن تتوب وترجع إلى الله تعالى وأنا أضمن لك الجنة؟ فقال إبليس اللعين: يا رسول الله، قد قضي الأمر وجف القلم، أنا الشقي المطرود إلى يوم القيامة. وبالرغم من كل ما جاء في هذا الحديث إلا أن أهل العلم اتفقوا على أن هذا الحديث حديث مكذوب ولا أساس له من الصحة، والرسول صلى الله عليه وسلم لم يسبق وأن حاور إبليس مباشرة. وعلى الرغم من ذلك فهو يحمل عبرة، فإبليس عدو لا يكل ولا يمل للإيقاع بالبشر. أسلحته هي الغفلة عن الطاعات والانشغال بالدنيا. فشارك الفيديو قدر الإمكان وأخبرنا برأيك في التعليق عن هذه القصة، ولا تنسى شاهد هذا الفيديو.